الإخوان خسارة قاسية للمنتخب الوطني المغربي أقل من 17 سنة في كأس العالم للناشئين. الصراحة الإخوان يعني ما كناش كنتظروا هذا الأداء هذا من المنتخب الوطني المغربي، حيث أنهم انهزموا هذا اليوم هذا أمام المنتخب البرتغالي ب6-0. يعني النتيجة اللي كارثية الصراحة. بعد الخسارة أمام منتخب اليابان قلنا أنهم غادي يتحسنوا في المباراة الثانية، ولكن كان العكس تماما. فرا كما شفتوا تلقينا ديك الخسارة الكاسحة أمام المنتخب البرتغالي 6 الأهداف ل0. الصراحة المنتخب الوطني المغربي كان في هذه المباراة خارج التغطية الصراحة بنسبة 100%. يعني اللاعبين ما كانوش مركزين ذهنيًا ولا كذلك ما كانوش حاضرين حتى بدنيًا، الشيء اللي كيأكد على الضغط اللي حطّو المنتخب الوطني المغربي أقل من 20 سنة على المنتخب أقل من 17 سنة. ولكن هذا ماشي مبرر الإخوان، حيت كنشوف أن المسؤول الأول على هذه الخسارة هو المدرب نبيل باها. وراه ما عرفش يوظّف اللاعبين ويعطيهم كذلك حتى التعليمات المناسبة. فأنا كنشوف الإخوة المدرب هو اللي كيتحمّل المسؤولية بنسبة 100%. أما يعني الإخوة بالنسبة للمنتخب الوطني والحظوظ ديالو فاش أنه يقدر يمر الدور الثاني فراه ولا شبه منعدمة الإخوان، خصوصًا وبعد الخسارة ب6-0. يعني حتى ديك النظافة ديال الشباك فراه ما بقاش الإخوان. يعني كاين أمل ولكن ضئيل الإخوان. فراه خصنا نتغلبوا على منتخب كاليدونيا الجديدة 6 الأهداف ل0 أولا ب4-0 على أقل ما يمكن الإخوان باش يمكننا نتأهلوا للدور الثاني. الشيء اللي صعيب الإخوان خصوصًا وأن منتخب كاليدونيا فرا تعادلوا مع منتخب اليابان اللي ديجا خسرنا معاهم حنايا. يعني كنشوف أن المنتخب الوطني المغربي يعني يقدر يغادر هاد النسخة هادي من دور المجموعات بعد ما كنا حاطين عليهم واحد الآمال وواحد يعني ما كسبش الإخوان. وكنظن أن المدرب نبيل بها فراه تم الإقالة ديالو على الإخوان، لأنه تقريبًا ما كيقدّم حتى شي إضافة. حتى في كأس إفريقيا فراه كان فقط مجهود فردي من اللاعبين، وشاهدنا الغياب ديال اللاعب إلياس بن المختار يعني الإخوان اللي أثّر على اللاعبين. يعني اللاعب يعني كيعرف يحتفظ بالكرة تحت الضغط وبزاف ديال الحوايج. ما كسبش الإخوان وخيرها في غيرها ويلاه الإخوان شوف.